ادويه لعلاج الكسل والملل اثناء المذاكره بالشفاء ان شاء الله. عزيزي طالب الثانويه العامه الغلبان، اهلا بيك في كورس علاج مكثف لمشكله عويصه بتقابلك اثناء المذاكره، وهي الملل والكسل والنفس المسدوده. من غير رغي كتير ولا حوارات، يلا بينا نخش في الفيديو. اول دواء بقى بطل انك تبقى محدد هدفك كويس قوي وعارفه، مش بس عارفه، ده انت حاطه قدامك على الحيطه. شايف الصوره دي؟ دي صورتي انا وانا بتصور في اوائل الثانويه العامه مع المحافظ. حط صوره زي كده، حط جمله، حط ورقه يا سيدي واكتب عليها دكتور فلان مش مهندس علان، او الكليه اللي انت عايزها. اكتب ان انا عايز افرح اهلي، اكتب هدفك خليه في ورقه والزقه على الحيطه قدامك. تاني دواء بقى، اعرف نفسك وصلت فين كويس قوي في كل ماده. عايزك كده تبقى منظم وعارف راسك من رجلك كويس قوي، لان احساسك بالتوهان ده هو اللي بيديلك الملل والكسل. لانك بتقول ايه، انا هخش اذاكر عربي، ده انا هخش اذاكر الفيزياء وزي ما تيجي. لا، ده اللي بيخلي لك تكسل وبيخلي عندك احساس بالملل. لكن لو انت محدد انا هخش اذاكر الدرس الثاني فيزياء، انا هخش احل على الدرس الفلاني في النحو، عمرك ما هتزهق والكسل هيقل جدا. ثالث دواء بقى يا معلم، انك تنظم يومك كويس قوي. لو انت لسه ما عندكش روتين يومي، انصحك بشده تعمل ده دلوقتي. مش شرط انك تكتب كل بقى لحظه وكل تفصيله، لا مش للدرجه دي، بس برضه ما تسيبش اليوم سايح. ليه؟ لانك لما بتنظم وقتك بيبقى لك ميعاد محدد في اليوم بتعرف تركز فيه كويس قوي، سواء كان الصبح كان بالليل براحتك. المهم انك اول لما يجي الميعاد ده تبقى قاعد بتذاكر ومظبط نفسك ومركز على الاخر. رابع دواء بقى هقوله لك بعد ما تعمل سبسكرايب. انزل اعمل سبسكرايب ولايك وبعد كده تعالى نكمل باقي الفيديو. رابع دواء بقى هو انك تذاكر خفيف. فاهمني؟ ذاكر، سيب المحشي اللي في ايدك. الغلطه اللي بتقع فيها انك دايما بتتغدى او بتتعشى وبعد كده تخش تذاكر، او بتاكل اثناء الاكل وجبات كبيره وصعبه الهضم. ده بيخلي التركيز والدم يبعد عن مخك ويروح في الامعاء ويروح بعد كده في المعده وتقعد تهضم طب وليه؟ ذاكر خفيف. اصحى من النوم بدل ما تاكل حاجه كبيره، كل حاجه خفيفه خالص لو انت جعان، وابدا ذاكر. وبعد جلسه مذاكرتك الاساسيه اتغدى وتعشى براحتك. خامس دواء بقى يا سيدي هو انك تكافئ نفسك. يا باشا انزل العب حجز كوره، روح اتمشى مع اصحابك شويه، روح لعيلتك، قول لنفسك انا هكافئ نفسي النهارده. انا النهارده رحت مذاكر الدرس الفلاني وهاخد المكافاه بتاعتي. زي ما تحط لنفسك دروس لازم تذاكرها، حط لنفسك كمان مكافآت لازم تتكافئ بيها. سادس دواء، رحت فين؟ انت شكلك زهقت مني واخدت اول 5 ادويه وشكلهم نفعوا معاك واشتغلوا، فمش هتكمل باقي الروشته صح؟ زي ما كل الناس بتعمل. بس انا كدكتور انا هنصحك واقول الروشته للاخر، وانت براحتك عايز تعملهم اعملهم، مش عايز انت حر. سادس دواء ببساطه شديده جدا، انك لو كان ليك روتين يومي ومحدد من اول السنه وبتذاكر عليه، بس خلاص نفسك مسدوده وجايب على الاخر، مش قادر تذاكر تاني، ساعتها يعني بيقولوا انك لو غيرت المكان والطريقه اللي بتذاكر بيها، مثلا ممكن تذاكر في اوضه ثانيه او تذاكر بره في مكان، تروح عند واحد صاحبك او كده، ممكن ده شويه يحسنك ويخلي الملل شويه يختفي. سابع دواء والاخير وهو انك تسمع فيديوهات تشجعك، سواء بودكاست لحد بتحبه او فيديوهات عن المذاكره. كل ده مهم ان هو يشحن طاقتك ويخليك ترجع تشتغل من تاني. وبس كده يا سيدي، دول كانوا 7 ادويه ضد الكسل والملل انا بنصح بيهم وجربتهم في المذاكره بتاعتي على مدار سنين طب وعلى مدار الثانويه العامه. شويه منهم نفعوا وشويه منهم ما كانوش بينفعوا، فكنت بجرب حاجات غيرهم. ما تجربهمش مره واحده، جرب واحده ما نفعتش خش على الثانيه، وهكذا لغايه لما ترجع ان شاء الله كده وتشحن طاقتك تاني والملل والكسل يختفي. كنت معاكم دكتور فادي جمال، اتشرفت جدا بيكم.